وانت قاعد دلوقتي بتتفرج عليا في عز شهر 8، واللي بالمناسبة هو اكتر شهور السنة حر، واكيد المروحة شغالة فوقيك، او لو انت من ايجيبت فاكيد مشغل التكييف. بس تعالى نتخيل مع بعض كده انك فجأة رجعت بالزمن 3000 سنة لورا. مفيش كهرباء، مفيش تكييف، ومفيش مراوح، وكمان مفيش حتى تلاجة تساعدك انك تبرد المية. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. الجو زمن كده ليه؟ انت هنا واقف في مصر، والشمس فوق دماغك، والحرارة بتضرب في كل حتة حرفيا. والسؤال هنا يا صديقي، المصري القديم كان بيعمل ايه علشان يواجه الحر ده؟ يعني هل كان بيقعد في نيل بلبوس مثلا، ولا كان بينام على السطح، ولا كان عنده طريقة تانية احنا نفسنا ممكن نتعلم منها لحد النهاردة؟ والإجابة إن المصري القديم ما كانش بيحارب الحر بعد ما يدخل بيته، بل كان بيحاول يمنع الحر أصلا من دخول البيت من الأساس. ومن هنا تبدأ واحدة من أذكى الحكايات في تاريخ العمارة المصرية. ومن غير رغي كتير، أهلا بيكم في فيديو جديد.